السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بصحة جيدة وعافية. الخبر اللي متداول دابا هو توقيف المعلق المغربي جواد بدة من التعليق على المباراة القادمة للمنتخب المغربي يوم الأربعاء. القرار نزل ولكن السبب مجهول، لا بلاغ واضح لا توضيح رسمي، غير صمت، والصمت ملي كيطيح في وسط الجمهور كيعمر بزاف ديال التكهنات. جواد بدة سواء اتفقنا مع أسلوبه أو اختلفنا راه صوت مغربي كيعبر كيحمس وأحيانا كينتقد بحال أي معلق في العالم، ولكن ملي كيتاخذ القرار أقل حاجة كطلبها الناس هي الوضوح، حيث التوقيف بلا سبب معلن ما كيبقاش قرار إداري، كيولي رسالة مبهمة. هنا كيبدا واحد السؤال: واش التوقيف كان بسبب زلة لسان ولا موقف ولا فقط لأن الصوت ما عجبش شي جهة؟ دابا خلينا نكونوا صراحة شي شوية، كاين معلقين آخرين معروفين مشهورين ومنهم حفيظ الدراجي، ومرة على مرة ملي كيتعلق الأمر بالمغرب كنسمعوا اتهامات للحكام، تشكيك في التنظيم وإيحاءات ما كتكونش زوينة، نبرة فيها توتر وعدائية واضحة. وهنا السؤال اللي كيتفرض لا لف ودوران: علاش جواد بدا يتوقف؟ حفيظ الدراجي واش كاينين ميزانين، واحد كيتحاسب على كل كلمة وواحد عنده حصان؟ النقد حق، التعليق الرياضي ماشي تصفيق فقط، ولكن كاين فرق كبير بين نقد الاداء وبين التشكيك في النوايا وبين خلق جو من الاتهام الدائم. الا كان المعيار هو التجاوز، خاص يكون المعيار على الجميع، ماشي نوقفوا صوت ونسدوا العين على اصوات اخرى، حيت في هذه الحاله الجمهور ما غاديش يشوفها عداله، غادي يشوف انتقائيه. القرار ما كيأثرش غير على جواد بدة، كيأثر على الثقه، كيأثر على صوره المشهد الاعلامي الرياضي كامل. ما كنطالبوش بالفوضى وكنبروش اي تجاوز، ولكن كنطالبوا بشي حاجه بسيطه بزاف: بوضوح والعدل وتكافؤ المعايير. الا كان جواد بدة اخطا قولوا لنا فين وكيفاش، واذا كان الخطا مرفوض يرفض على الجميع بدون استثناء. هادشي اللي كاين. قولوا ننسى اخر كلمه: من عجائب اللغه العربيه عندما نخسر لا ننهزم. هادشي اللي كاين. كان معكم حسن والى فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.